السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هعمل لكم زرجينة. لو أنت ما عندكش مكبس زي ده مثلا تطلع عليه، تمام؟ هنعمل لكم زرجينة تطلع بيها البلي اللي هو في الحدافة ده. لو عايز تطلع البلي ده أو أي بلي في عمود أو أكس أو أي حاجة، أي بلي زي ده عاوز تطلعه، هنعمل لك ليه زرجينة بديل المكبس ده، تمام؟ هنجيب ورقة سوسته زي دي عشان صلب وكده تستحمل معانا. دي 50 اهي، ورقة السوسته دي 50. هعمل لكم المرة دي مقاسات مش مختلفة عشان الناس اللي عاوزة تصنع يحفظوا المقاسات عشان ما يتلبخوش المقاسات بتاعتها. دي 50، هنعملها مثلا 25، هنعملها 25. ورقة السوسته هنقطعها على 25 سم، تمام؟ وهنجيب معانا هنا ماسورة، أي ماسورة حسب المسمار اللي أنت هتجيبه. يعني ده مسمار 27 اهو، الماسورة فيها رايش بس اهي. ماسورة تخش في المسمار ده، عاوزه 27 عاوزه 30 عاوزه 19 زي ما تحب. الماسورة دي هنقطع منها حتة على قد الايه، على قد ورقة السوسته. هنقطع 4 قطع من دي، هنقطع 4 قطع من الماسورة دي على قد ورقة السوسته اللي انت هتجيبها. مش مهم المقاس، قيس على ايه، على ورقة السوسته. هنقطع 4 قطع، كل قطعة تتلحم هنا، واحدة هنا وواحدة في الجنب ده وواحدة هنا وواحدة في الجنب ده. في ورقة السوسته من كل ناحية هتلحم واحدة. يعني دي بعد ما تتقطع هنلحم الأربعة في الايه، في ورقتين السوسته من الجنبين، تمام؟ بعد كده هنيجي على المسمار اللي هيمسكهم في بعض، يعني اللي هيمسك ورقتين السوسته ببعض، هنعمله برضو 25 سم. كل المقاسات معايا هخليها 25. هذا مسمار 25 ومسمار كمان 25. هنقطع منه 2، وكل مسمار هنلحم فيه صامولة هنا كده، هنلحم فيه صامولة من فوق، تمام كده؟ بعد كده هنجيب مسمار برضو يكون مثلا محمل شوية، ده مثلا مسمار 32، هنقطع منه 25 سم برضو، هنقطع منه 25 سم. وطبعا هنفحره من هنا، يعني مثلا نص سنتي بنطة عريضة كده، وهنلحمه هنخرمه من هنا حوالي نص سنتي ولا حاجة عشان تعشق في العمود اللي احنا هنطلعه. هنجيب حتة حديدة محملة زي دي اهي، دي حديدة مش علبة، هي مثلا حسب اللي عندك، حسب اللي موجود. دي 1.5 في 1.5، 2.5 ماشي، 3 ماشي، حسب اللي موجود عندك. هنقطع برضو حتتين 25، كله هيبقى معايا 25 عشان الناس ما تتلخبطش في المقاسات. كل اللي هيتقطع ده 25. هنجيب بقى حتتين هنجيب سن كمان زي ده، هنقطع منه برضو قطعتين 25 برضو. دي للناس اللي عاوزة تصنعها اهي، حتتين 25. طبعا الصامولتين دول صامولتين طوال زي دول، هيتلحموا هنا كده في النص بالظبط، بس هيكونوا على الطرف اه. وبعد ما نقطع الاتنين دول، الحتتين دول بيشبطوا فين، في المسامير دي، تمام؟ وهنجيب لهم صواميل، ممكن عشان المجال هيبقى عندي واسع هنعملهم ايه، صواميل نلحمها في الاطباق دي كده. طيب احنا هنقطع الحاجه دي وهنلحم بس الايه. وطبعا ده الشطف هتيجي من هنا كده، هات اسطوانه صغيره كده، شنو الضوء؟ اي دايره عندك، اي ورده ولا اي حاجه واعملها بيها اهي.
هنيجي في النص بالظبط وهنعمل الدايرتين دول. دول طبعا هننيمهم بالصاروخ، هنخليهم يناموا، هناكل نص التخانه دي، وهنا برضه هننيمهم هناكل نص التخانه دي، ودول هيتلحموا هنا. تمام. وهنقطع المسامير ديتي، وطبعا الحتتين دول لما يتقطعوا هيبقوا جنب بعض، هنلحم صامولة هنا في النص، هتبقى هي دي كده. الصامولة دي هتتلحم هنا كده، صامولة واحدة بس عشان السن ده يمشي فيها بين الحتتين دول. هنلحم الكلام ده عشان ما نطولش عليكم الفيديو، برضه هنرجع لكم تاني. خلاص احنا لحمنا المواسير هنا اهم، 4 مواسير لحمناهم في ورقة السوسته اهم، والصواميل لحمناها هنا، ونيمنا الشوية دول اهم، بقت بالسمك ده كده، يعني خدنا التلتين وسيبنا التلت من ورقة السوسته عشان تخش تحت البلية، بقت بالشكل ده كده. بعد كده المسمارين دول اهم، دول هيباتوا هنا كده. دول طبعا المسمارين اهم اللي هيركبوا في ودي الصامولة اهي، اهي هيشبطوا هنا طبعا واحدة واحدة معاكم اهو. دي طبعا عاملينها متحركة ليه بقى؟ هقول لكم الوقت عاملينها متحركة ليه، مش هتبقى ثابتة. دي طبعا الحتتين اهم المحملين اتلحم جواهم صامولة بالسن اهو زي ما قلنا قبل كده، وفحرنا ده من قدام اهو، ده عشان يخش في ايه؟ في الاكس ده مثلا كده، يعشق فيه كده عشان ما يفلتش منه اهو، او في اي حاجة في الحدافة او اي حاجة. هنيجي نشوف الطريقة ازاي بقى اهي، هتخش كده اهي، دي هنطلع بيها البقيلة، هنطلع بيها اي حاجة. ده طبعا مسمار هنا قوي برضه عشان نشد بيه. طيب احنا هنشتغل عملي مع بعض، وهنطلع ايه؟ هنطلع البلية بتاع الحدافة دي اهي، هنربط الاول، دي هنشيلها خالص اهي عامة اهي، عشان ايه؟ هنشيلها خالص. هنربط دول مع بعض اهو، دي طبعا عاملينهم طوال، عاملين حسابنا على اساس ايه، واحنا مش عاوزين الطول ده طبعا، عشان لو في حاجة واسعة كبيرة ولا حاجة نعرف نجيبها، فسايبينهم احتياطي برضه عشان ممكن نطلع بيهم حاجات اكتر من كده. خليك معايا هنا بالفيديو اهو، بتخش تحت البلية، كل ما تربط تخش تحت البلية بتطلعها معانا كمان اهي اهي، هي مش محتاجة الرباط ده كله اهي، بتطلع البلية معانا بس كفاية خلاص. هنركب دي بقى معانا هنا كده اهي، تركب بالشكل ده كده اهي، فك دي دي بقى بننزلها حسب العمود ده، يعني لو في عمود اطول من كده بنرفع دول فوق، عمود قصير بننزل دي تحت اهو، نزلنا دي تحت اهي على قد العمود، ومعانا برضو السن ده طويل معانا برضو اهو. بتطلع البلية معانا بكل سهولة خالص، مش عاوزة عنف ولا اي حاجة اهو، البلية بتطلع معانا. طلعت البلية اهي بكل سهولة
زرجينة قوية جدا، دي ناس كتير طالبينها مني، انا نزلت لكم تصنيعها عشان اللي عاوز يصنعها اهي. الفكرة طبعا سهلة. وشكرا.